طبعا نتهمه، يعني هو شخص ملثم ما معروف، يعني شلون نثق؟ ايوه ما السلام عليكم. ايه ده المجتمع ده. ماشي، واذا ملثم يعني تتهمه غيرك وادله؟ لو انتم بكيفكم انتم. اياكو ادله قبل كان مشد الحشد. يلا منو قال منشد الحشد؟ لان هو منشد الحشد يوميا يخبز بالحشد هو. اعطينا دليلك حتى نقتنع. دليل كل يوم دواس بحسابه. يا بس هذا دواس الزعطوط الظلمة. انا دا اسولف وياك، يعني كرجال تجيب لي سيره الزعاطيط هسه شنو؟ انا شغلي صبور في هذه الحياة، لأني أتحمل هذه الوجيه يوميا، فأنا صابر محتسب الأجر بإذن الله. يعني تخيل بالله. اريد دليل. لا عيب لا تجيب سيرته ما لي علاقه بالعيب، عندك أقول لك دليل؟ أبو لو العيب، تريدون أبو تصبرون العيب. بس حكي. ابو العيب، انت مثل ما تجيب سيرة قائدنا البطل أطل صدام، فاحنا همين دواس الظلمة وهاي الزعاطيط. اسالك سؤال محمد، اسالك سؤال. ما ندير لهم بال. اسالك سؤال. جواب. انت رجال والنعم منك ومن بيت شمر. الزلمه اجبوري والنعم من ما يمكن. الزلمه الحوك يا اخو خيته، واللي يشوف نفسه وطني. والله احنا ما عارفين، انا صار لي 6 سنين. يابا خل اكمل لك سؤالي. ما كمل والله، ما كملت سؤالي قسما بالله. الزلمه الحوك اخو خيته يشوف نفسه وطني، لما يشوف شيء غلط يروح يواجه ويغير الغلط بيده، لو يقوم مثل الزعاطيط يتختل ويصور وينشر. جاوبني بس على هاي النقطة. هذا السؤال. والسؤال الثاني، إذا أنت جبوري مثل ما تدعي، فدواس الظلمة مالتك الأدغم، ها؟ عليكم. لا هتغلط هنغلط يابا، مش عايز غلط بالصلاة على النبي. يا عمنا ما غلطش، ده بيقول لك سلام عليكم. صوته كأنه بيغلط كده. اتكلم علي، ها؟ وما بقى شيء ما حكى علي. والله ما عرفت شو. ها ما تعرف هذه هسه دا اقول لك. فهذا الزعطوط مالتك دواس الظلمه وصل له رساله من فاطمه الجبوري، قل له القافله تسير والكلاب تنبح. مكانتي العالميه ما تسمح لي اني يعني ننزل لاي مستوى اخر، وشكرا. حشا الكلاب منه. ايوه طب انت عايز ايه دلوقتي؟ جاوبني على سؤالي يا محمد. اقول لك سؤال. لا محمد انا دا احاور زلمه. جاوبني على سؤالي وبعدين اسالنا. اعيد لك السؤال. شنو السؤال؟ الزلمه الحوك اخو خيته الرجال اللي عنده غيره على بلده، لما نشوف شيء غلط هو في تصوره هذا الشيء غلط، يواجه الزلمه، يواجه الرجال فيس تو فيس. هو واجهكم وشرح عليكم. لا اسمعني، لا هاي مو مواجهه. انا من اجي هسه انشر بربك. هاي مواجهه ما تدع عراقيه. هذا الزلمه منين شيء براسي منين. لا انا ما دا اتكلم. انا ما شايف غلط عليك ولا بصابك بشيء. محمد انا ما دا. روح شوف. يعني هذا مو موضوعي، يعني هذا مو موضوعي، هذا الزعطوط الطفل. لا انا اتكلم بشكل عام. محمد انت فاهمني وانا فاهمك. الرجال يجي ينشر، لو يجي يواجه وجه بوجه بالادله. يعني مثال محمد عارض نفسه هو شخصيه وطنيه، بس انا في تصوري محمد كذاب. ايوه طب انت عايز ايه دلوقتي؟ وعندي ادله على محمد. ايهما احسن؟ محمد انتظره يفتح بث واصعد اواجهه قدام العالم واعرض الادله مالتي، لو اخلي محمد يفتح ببثه واني بحسابي بس انشر على محمد؟ ياهو الاحسن. والله هو ما عجبكم الصراحه بالواقع وبالكاميرا. واذا تريد ارتب لكم لقاء وياه تحجون وياه ويعطيكم الدلائل. يابا انا ما دا اسولف على هذا الزعطوط.
هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ دا اتكلم بشكل عام محمد، ايش بيك تسوي روحك ما تفهم؟ اي اواجه طبعا اواجه. هاي خلص الزلمه يواجه، يجي اذا يصعد روحوا يا من يواجه. قائد اسد صدام واجهوه، لا تحجون اذا اللي بظهره. عنده الشيء ويا الرفيق اسد دا يفتح بث، وانا قلتها الرجال اللي بيكم اللي يعتبر نفسه زلمه اخو خيته ويقول نفسه انا عراقي وطني، يجي بحسابه الرسمي. لا انا ما دا احكي عليك يا محمد، انت ما مأثر. انا دا احكي تعرف على منو اللي يعتبر نفسه زلمه اخو خيته ووطني وعراقي، يعرف نفسه هو على حق وحاشاه. اي بس انتوا اسالكم سؤال، انت شلون تقولوا لسيدي هو لا مخلص كلية ضباط لا هذا؟ لا شو لك علاقه؟ انت ايش مدرك؟ انت ايش مدرك؟ ما ايش مخلص. مدرك هو شنو؟ ايش مدرك؟ انت ايش مدرك؟ ايش مدرك هو عندك شنو؟ محمد عندك السيره الذاتيه مال رفيق اسد؟ لا ما عندي السيرة إيه الذاتية. شو عندكم السيرة تتكلم؟ الذاتية مالت شنو حتى تقولوا له سيدي، تقولوا له ايه رفيقي؟ ايه طبعا هو لا سيدي سيدي ولا الرئيس. رفيقي. سيد تنظيمنا، اي سيد تنظيمنا. لا عليكم لا السلام. لا. لحظه سلمان. اي سيد تنظيمنا هذا الشيء. ليش انتوا ليش مزعوجين؟ ليش سيدي مكورين؟ ورفيقي. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. ما اعرف ليش يعني مأثرين عليكم بهاي الكلمه احنا؟ اقول لك لا اسد والله ما انا مثلين علي انا، بس انت من تقول له سيدي غير مخلص كلية مال ما يخصك انت، ما يخصك انت. ايش تعرف عنه؟ من تعطيني السيره الذاتيه مالته وتثبت لي انه هو ما مخلص هو كل ما شيء. قال لنا السيرة الذاتية، هو شخص مجهول. لان هو الرجل ما دا يريد يعرض نفسه ولا يدور شهره مثل غيره. أدري. الرجل أسألك طارح سؤال. نفسه كمدافع. صدام حسين كان ايش نضاله؟ لا مو ليش نضاله بوقت كان صدام بالتيك توك يعني؟ لحظه بزمن صدام حسين الله يرحمه كانت اكو سلاح منفلت وميليشيات وايران وامريكا داخله بالعراق. ما خلي حظه بخت. اكو منافسين على منصب العراق عبد الكريم. اذا العراق ما كان محتل وبيه سلاح منفلت ومافيات، صح لو لا؟ اي بس كان عنده اعداء. عنده اعداء بس ما كان بوقتها يطلع بث ويقول انا راح اسوي هيجي وراح اسوي هيجي. كان نضال سري حال الموجودين كان هسه. نضاله بالواقع، بس اساس صدام صار له اي 12 نضال سنة. سري، بس كلام نضال سري. بالتيك توك. محمد النضال السري ما يعلن عن نفسه، والتيك توك هي منصة إعلامية تحارب لا حكومة لا عراقية اللي دا تنشر أفكارها ودا تشوه سمعة رئيسنا وحكومة. هذا هدف الرفيق أسد. أما أنتم إذا فعلا تسمون نفسكم وطنيين فالمفروض تدعمون هذا الشخص، مو تحاربوه وتتركون الخونة والعملاء والذيولة. تختلف وياه بالفكر، تعال واجه قل له عمي انا هاي النقطه ما مفتهمه من عندك، تعال اشرح لي. مو تجي تسقط وانت ما عندك اي ادله بحجه والله لايكات او انت تسوي روحك الشخص وطني. ما اعرفه، شخص مجهول يعني. ما دا اتكلم عليك ابويا محمد، ابني حبيبي اخويا، ما دا اتكلم عليك. هذا كلامي كشكل عام. اذا انت فعلا مسوي روحك وطني او غيرتك على العراق وتنقط غيره طبعا صير احسن من هاي المنصات. ماشي انطيني اعمالك على ارض الواقع. اعمالك على ارض الواقع شنو هي؟ شنو سويت؟ هاي تنشر لي كم فيديو؟ كل شيء ما خلاص. على أرض الواقع. لا خلاص الرفيق اسد عنده اعمال على ارض الواقع. ما عنده ايش عنده عرض؟ ايش سوى؟ اختار سياسي ايش سوى؟ لا مو اختار سياسي. تعرف انت ليش ما تشوف اعماله على ارض الواقع؟ تعرف ليش؟ لان انت ملحد. يصور ملصقات. لا انت تعرف ليش عندك اعماله على ارض الواقع ما تشوفها، او يمكن انت مسوي روحك غشيم وما تشوفها؟ لان انت مو الهدف محمد، انت مو الهدف. انت مواطن عادي ما مأثر علينا. هو شنو الهدف؟ شنو انا مو الهدف؟ انت مو الهدف يعني حتى تقول احد ما عنده شيء على ارض الواقع. ايش مدريك
ما عنده شيء على ارض الواقع. انا صار ايش قد قبل 10 سنين ما عنده شيء على ارض الواقع. ايش مدرك ما عنده شيء. فقط كلام. اقول لك ما شفت المنشورات؟ اي يعني المنشورات تاثر على يعني دولة ابسط شيء محمد، هي مو مساله الا يختال، هو مو مساله الا يختال وحتى ينشر لك، لا، بس ابسط شيء من يطلع احد افراد جيشه بالعيد اللي فات وينشر ويصور ليوزع ايش راح عيديه استفاد من عند هاي؟ ايش راح استفاد؟ هاي كل سنه يسويها. ده 5 نجوم اللي بتعملوه ده والله. يلا تسوي مثلها، يلا تسوي مثلها. قصص فيكم ما تعرفون اصول المحاورة؟ لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. مو الواحد ده يحكي. تفضل يا شيخ. قسما بالله مصيبة كارثة. ليلتهم كلهم. انت هسه تفضل يحكي على راحتك يلا، لا حد يصعد جيست اخوان، لا تصعدون جيستات، ده لا حد نحكي. يصعد اي واحد. القائد أسد صدام رجل وطني عادي يا شنو، عراقي، صار له أكثر من 16 سنة قاعد يدافع وكون هذا الجيش وخلى الوطنيين يلتمون داير ما دايره حتى يسوي هدفه، يكمل هدفه. فما تجون تتكلمون على القائد أسد صدام، قسما بالله انطقكم على خشومكم وما بقي واحد بيكم. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. انت اللي ايه، اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ فهمتوا؟ هاي وحدة. 2، روحوا دخلوا على اليوتيوب وشوفوا المناشير اللي ناشرها. انا والله انا توني جاي، والله جاي انا والله ما ادري، انا والله ما ادري. هذا انا مسكين، انا على باب الله طال عمرك، تكفى يعني. هو واحنا كلنا في العراق، احنا مو خارج العراق. افهموا الكلام، احنا موجودين حتى نحرر بلدنا من المحتل. اللي يحب يجي ويانا اهلا وسهلا، واللي ما يحب خليه يسد حلقه ولا يتكلم. كده خربانة وكده خربان، انا بكلمكم بجد. بشي هو ما يعرف شنو. انتم ما تعرفوا من القائد اسد صدام حتى تتكلمون براحتكم. يعني رجل وطني غيركم تصيرون داير مدايره وتلزمون ظهره حتى نقدر نحرر بلدنا. الى متى تظلون دغمان؟ يعني لا انتم اللي مسوين شيء، روحوا سووا مثله، بيكم خير تصيروا مثله. لا انتم اللي مسوين شيء ولا مخلين غيركم يسوي شيء. فالقائد اسد صدام خط احمر، اللي يجيب طاريه طقه. بابا روح بيتكم، روح بيتكم بابا، روح بيتكم يا بابا، روح بيتكم، روح. امشي على السيارة ابد على خطية، هذا عربانة، هذا دفعوه، ما نعرف اسلوبهم. واليمن من يعرف. خطية صار ضحيتهم، ولو يقرون براسه ودفعوه. غبي محمد ولا ولد دفعوه كل هذول الزعاطيط. حالتك تشبه حالتي أيها الكلب، وكنت أظن أنك قادم لتساعدني أيها الحمار الطيب، فإذا بوضعك مثل وضعي إذا لم يكن أسوأ. ما لو بيهم خير خلي يجون هم يواجهون.